الزمالك لعب 90 دقيقة مع زد بيحاول، مستني زد يجيب فيه هدف عشان بقى إيه يعني يتشجعوا بقى ويتحركوا. ناصر منسي نزل عشان يجيب هدف، لأ ده الراجل ما جابش هدف، ده الراجل جاب هدفين، هدف اتحسب هدف اتحسب وخلاص اتعادل الزمالك بالهدف ده، والهدف التاني حسبوه تسلل. قلنا يا اخي ما تتكلمش في حكام فار وفي حكام وفي مش عارف ايه، مالناش دعوه بالكلام ده، في ضربه جزاء صحيحه لنادي الزمالك. انت كاهلاوي، انا على فكره انا محايد، انا بقول لك اللي انا شفته، في لمسه يد ولمسه يد متعمده. عارف لو هو رافع ايديه لفوق مثلا، او هو بيحمي على نفسه كنا قلنا ماشي، اما ده حاطط ايديه في جنبه كده، حاطط ايديه في جنبه والكرة جت في جنبه، فبالتالي الكرة دي ضربة جزاء صحيحة. ادخل اقرا في جوجل وشوف الاحكام والشروط والكلام ده كله، هتعرف ان هي صحيحة، وادخل شاهدها كمان. فبالتالي نادي الزمالك ليه ضربة جزاء، والهدف ده ما اعرفش بقى، انا ما اقدرش اقول لك تسلل او مش تسلل، هم بيقولوا تسلل، ولكن هدفين من لاعب واحد، ده يعرفك ان بقيه اللعيبه ما عندهمش شغف. عبد الله السعيد كان فين؟ كان موجود في الملعب، بس مش عبد الله السعيد اللي احنا نعرفه. محمود بنتايج كان موجود وبيلعب كويس، بس برضه مش محمود بنتايج اللي احنا نعرفه. طب زيزو ده اللي فيه الامل، زيزو ده اللي هيجيب له هدف ولا حاجه او يحاول، لا حاول، كان في كرة مؤكدة، بس يعني محاولة ما تكفيش. لاعبي الزمالك في الشوط الأول زد فتح لهم المباراة، سايب لهم كده بيقول لهم تعالوا تعالوا تعالوا. الزمالك فضل يروح، الدفاعات راحت مع في الهجوم، أصبح نادي زد جاب هدف وخلص كده. طب الزمالك يسكت؟ لا، ناصر منسي جاب هدف وتعادلوا. طيب حلو خالص. الشوط التاني بقى المفروض تعملوا ايه؟ تلعبوا على اصل المشكله الزمالك بيلعب على الكور الثابته، اديني واديك ومش عارف ايه، والكره اللي تخبط ادى. عمر جابر صراحه انا شايف انه عمل اللي عليه. طب عمر جابر عمل اللي عليه، في بقى بيهجم عشان يدخل الكره هدف. اللي بيهجموا دول انا حاطط صوره قدامكم انا سايبها من اول اساسا بتاعي من اول الفيديو. الهجوم ما فيش هجوم. الصورة دي بقى هتثبت لك ان الهجوم كان عند نادي الزمالك بيتفرجوا على الكورة ونازلين يلعبوا بس كده، ايه احنا نتعادل مش عارف ايه كده كده زد ايه. طب انتوا مش شايفين نفسكم ان انتوا في الثالث 29 نقطة والاهلي معديكم بمراحل؟ ده انت عشان توصل للاهلي محتاج تفوز 3 ماتشات على الاقل، ماتشين ما ينفعوش يا حبيبي والله، 6 نقط 6 بونت ما ينفعوش، لازما 3 على الاقل. لا ده خد التقيله بقى، التقيله بقى، والاهلي وبيراميدز يتهزموا، وده مستحيل. يعني انت عاوز تفوز 3 ماتشات متواصلين والاهلي وبيراميدز يتهزموا، وده بقى في الحلم بقى، ده من 7 المستحيلات. فانت بتعمل ايه يا زمالك؟ انت المفروض كنت تفوز، بحيث كنت تبقى حاجه و30 نقطه، تبقى قريب ماتش كمان وخلاص حصلتهم. اما انت وصلت نفسك لمرحله انت محتاج 3 ماتشات، بكل ماتش ب3 نقاط، يعني انت محتاج 9 نقاط عشان توصلهم، وفي التوقيت ده يكون بيراميدز والاهلي بيتهزموا، وانت كده بتحلم. لا الزمالك صعبها على نفسه خالص. احنا كده بقى مستنيين الاهلي وبيراميدز يتعادلوا في 3 ماتشات متواصلين، والزمالك يفوز ال3 ماتشات عشان يبقى الاول يبقى الثاني، يا اما يكون الثالث، ولكن باريحيه شويه يكون محصلهم في النقاط. الزمالك ما لعبش، الزمالك كان بيحاول، الزمالك لو لعب كان جاب هدفين 3. اما الزمالك طالما بيحاول يبقى يطلع متعادل. حته ناصر منسي جاب هدف او ركله جزاء ما اتحسبتش، سيبك من الكلام ده كله، خلينا في اللعيبه اللي كانت بس ايه نازله كده يعني تثبت حضور، زي ايه اللي بيثبت حضور وخلاص. اما نادي زد لعب ماتش محترم خالص، وفتح للزمالك الماتش في الشوط الاول وفي الشوط الثاني بكل صراحه كده ادالهم على عينيهم. انا طبعا محايد، لا مع الاهلي ولا مع الزمالك ولا مع زد، انا شرحت لك المباراه بكل بساطه.